مش عارف ليه، بس كل حاجة دايما بتمشي في اتجاه عكس اللي انت عايزها تمشي فيه، تاخد اتجاه تاني خالص غير اللي انت مخطط له وغير اللي انت عايزها تمشي فيه. انا مش عارف ليه بيحصل دايما كده معايا. ضمن الحاجات اللي انا نازل النهارده عشانها، نازل النهارده عشان اصور شوية شوتس كده، ولكن اتفاجئ ان الدنيا فوق لحد دلوقتي الساعة 8 زي ما انتم شايفين كده. الدنيا ضباب. المشكلة بقى ان في الايام اللي انا ببقى عايز الدنيا فيها تبقى فيها الغيوم دي والضباب ده او اسمها دي الشبورة دي متبقاش موجودة عشان اصور الحاجات اللي انا عايز اصورها. لكن في الوقت اللي انا مش محتاجها فيه لازم هي بتبقى موجودة. مش عارف ليه، يعني دايما كل حاجة بتمشي عكس اللي انا متخيلها تماما، ولكن مش دايما كل حاجة بتطلع وحشة. انا حقيقة لو جينا حسبناها انا مش متضايق على قد ما انا كنت عايز الدنيا تبقى مفيش اسمها إيه دي، مفيش شبورة دي، ولكن انا مش متضايق على بالرغم ان هي موجوده ومعرفتش اصور الشوتس اللي انا عايزها، ولكن طلعت بحاجات النهارده كويسه جدا غير اللي انا كنت مخطط ليها. ولكن المشكله بقى ان انا ببقى عايز اصور الحاجات اللي انا مخطط لها، مش عايز اصور حاجات غير اللي انا مخطط لها. يعني ما بحبش ان انا انزل اصور حاجه عشوائيه كده، بحب اصور الحاجه اللي انا مخطط ليها واللي انا عايزها. ولكن طلعت بكام شوت كويس النهارده، وده شيء كويس جدا. بس اوكي يعني. مهما خدت الامور اتجاه تاني غير اللي انت عايزها تمشي فيه، بتطلع بحاجات كويسه في الاخر. اوكي، لسه فتح قناة دلوقتي، لسه بص على القناة، وصلنا 104 مشترك. شكرا جدا لكل واحد قرر ان هو يعمل سبسكرايب، شكرا جدا لكل واحد ان هو كتب لي كومنت كويس، شكرا لكل حد عمل لايك لفيديو، اتفرج على فيديو. شكرا جدا لكل الناس دي، شكرا جدا لكل واحد قرر ان هو يعمل سبسكرايب. شكرا جدا ليكم ان احنا بقينا 104 مشترك في الوقت القصير ده. شكرا جدا لكل واحد. من ساعه ما عملت ابلود الفيديو امبارح انا فتحت القناه، لسه فاتحها، فقعدت اقرا الكومنتس وارد عليها وكده. ففي كومنت جالي كده الصراحه انا ما كنتش ناوي ارد عليه، ولكن قررت ان انا في الاخر ارد عليه، لانه نوعا ما معاه حق، ونوعا ما هو لو متابع كويس كان هيفهم النقطه اللي انا بتكلم فيها. الكومنت هتلاقوه هنا، هتلاقوه ظاهر هنا كده. بيقول نفسي في مره تنزل تصور محتوى في الشارع بدل البيت وتعيد وتزيد في نفس الكلام، غير شويه يا عم. تمام، انت معاك حق ان انا بصور كل الفيديوهات في البيت والكلام ده، ولكن لازم تعرف بعض الجوانب اللي انا اتكلمت عليها قبل كده. اولا انا بعمل ديلي فلوج. الديلي فلوج انا بصور لك يومي بكل بساطه، بصور لك اللي بيحصل في يومي. وانا يومي الفتره دي يومي كله قاعد ان انا شغال قدام البي سي، بسبب ان انا ورايا شغل كتير جدا الفتره دي. وان انا لو بصور كل اسبوع فلوج، فانا هنزل اصور لك في الشارع، هنزل اصور حاجات كتير جدا بره. ده في حال ان انا بصور لك كل اسبوع فلوج، ولكن انا بصور ديلي فلوج، انا بصور كل يوم. فان انا انزل اصور كل يوم في الشارع في وقت كتير جدا مهدر، وخصوصا المكان اللي انا قاعد فيه مفيهوش حاجات كتير قوي ان انا اصورها بره. ده غير ان انا في الفتره الحاليه مجهز لكونتنت كتير جدا، شغال دلوقتي حاليا على 4 بلاتفورم. ده غير ان انا عندي البيزنس الخاص بيا او شغال عليه حاليا، فانا شغال على حاجات كتير جدا في الفتره دي. ده غير ان انا قلت قبل كده وقلت اكتر من مره ان انا في محتوى بجهزه، ان هننزل نصور في الشارع كتير، في محتوى هيبقى بجهز ليه هيبقى مختلف جدا عن كل الحاجات اللي فاتت. بجهز ان انا انزل اصور بره كتير جدا، ولكن عشان كل الكلام ده يحصل لازم يكون عندنا محتوى باك اب، ان انا في الايام اللي معرفش انزل فيها يبقى في محتوى جاهز ينزل في اليوم ده. ده غير ان انا دلوقتي شغال على فيديو لاود، شغال على اكتر من بلاتفورم، شغال على اكتر من فيديو، شغال على حاجات كتير جدا في الفتره دي. فانا في شغل كتير جدا لازم يخلص على البي سي في الوقت ده. فانا ما بين ان انا اخلص الشغل ده في الوقت المحدد بتاعه، او ان انا اجل الشغل ده واقعد بقى ان انا كل يوم انزل اصور في الشارع والكلام ده. وانا بقول لك انا بصور لك يومي بكل بساطه. وانت نوعا ما معاك حق في نقطه ان الفيديوهات ممله، ولكن انت لو جيت لاحظت في اخر كام فيديو هتلاقي كل فيديو بيتطور عن الفيديو اللي قبله، وهتلاقي ان الملل بيقل بطريقه كبيرة جدا بين كل فيديو وفيديو. وهتلاقي ان الفيديوهات بقت نوعا ما مش مملة بالقدر اللي انت متخيله. يعني لو انت شفت اخر كام فيديو هتلاقي الفيديوهات مش مملة نوعا ما. وفي نقطة ان انا بعيد وازيد في نفس الكلام، اعتقد فيديوهات موجودة ان الكلام متغير عن كل فيديو وفيديو، يعني مش نفس الكلام اللي بيتقال في كل فيديو، الكلام متغير. يعني انا مش فاهم انت جبت نقطة ان الكلام بعيد وازيد فيه ازاي، يعني مش فاهم. بص يا صاحبي، احنا خدنا وقت كتير جدا نرد على الكومنت ده، انا عارف ان احنا اخدنا وقت كتير جدا نرد عليه. أنا الصراحه زي ما قلت لك ما كنتش ناوي ارد عليه، ولكن كان لازم نرد عليه. فالفتره الجايه زي ما بقول لكم في محتوى كتير جدا هيتصور بره، فلو انت حابب انت تكمل معانا في القناه هنا لحد ما نصور الفيديوهات اللي هتصور بره اوكي.
لو مش حابب اوكي برضه. يعني هي فترة بس تعدي وبعد كده نخرج نصور بره كتير جدا. ده غير ان يعني قبل ما افتح القناة انا كنت بصور بره، يعني في بداية الفيديو ده انا كنت بصور بره. ده ليه؟ عشان عندي وقت. طول ما انا عندي وقت ان انا انزل اصور بره هنزل اصور. انا عايز كده، انا مش عايز ان انا افضل قاعد هنا شغال على البي سي. وزي ما قلت قبل كده ان انا بقى يعني شغال حاليا على ان انا اغير اللابتوب واغير البي سي ونجيب لاب عشان اعرف اخرج بره. وطول ما انا بره ابقى قادر اشتغل واخلص الشغل بتاعي. ولكن anyway دي كل حاجه معانا النهارده. لو عجبك بقى ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه الاساسيه، سبسكرايب للقناه دي. بس كده، فولو على انستجرام برضه ما تنساش. اشوفكم بكره، سلام.